أيوة، يعني المشاكل اللي بقالها سنين دي هتتحل ازاي بشوية كلام مع دكتور أو كوتش؟ ده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهاردة. ليه ممكن أعمل جلسات مع كوتش أو معالج أو مع دكتور نفسي؟ العلاج النفسي الكلامي أو الثيرابي. ايه اللي ممكن يخلي شوية كلام بينك وبين شخص تاني يخليك تحس انك عارف تعمل علاقات كويسة اكتر، او حياتك تتغير، او الطريقة اللي بتبص وتحل بيها مشاكلك تتغير؟ حضروا حاجة تشربوها وتعالوا نتكلم في الحكاية دي شوية. انك تقعد تتكلم وتحكي عن افكارك ومشاعرك، والشخص المعالج ده يبدأ يساعدك انك توصل ايه اللي وصلك للافكار والمشاعر دي، وازاي تشوف مشاكلك ومشاعرك بشكل مختلف، وتبدأ تحس كأنك بتلبس نظارة جديدة وبتبص بيها للحياة بشكل مختلف. طب هل الجلسات دي بتكون مجرد فضفضة؟ أكيد لأ، بس هي لازم تبدأ بالفضفضة. لازم تبدأ بإنك تبدأ تحكي وتتكلم عن المشاعر والأفكار والمشاكل اللي جواك. طب الفضفضة دي بتاخد وقت قد إيه؟ على حسب مشاكلك والمشاعر اللي انت محوشها جواك ومحوشها بقالك قد إيه. ممكن تاخد سيشن، ممكن 2 أو 3. بتبدأ تحكي المشاكل والأفكار اللي جواك والمشاعر اللي انت حاسسها، الحاجات اللي الناس اللي حواليك ممكن ما يفهموهاش قوي، أو يردوا عليك ردود مش هتفيدك أو هتساعدك إنك تغير أو تحل المشكلة. حاجات بخاف الناس يفهموني غلط فيها أو يحكموا عليا لو عرفوها عني. بكون محتاج إن أنا أتسمع من شخص يسمعني ويحسسني بالتقبل وما يحكمش عليا. طب ده جزء الفضفضة. بعد كده بيحصل ايه؟ الدكتور او الكوتش بيكونوا متدربين على ان هم يسمعوك ويساعدوك انك تشوف المشكلة دي بشكل مختلف. المعالج ده اللي هو بيكون دكتور او كوتش بيكون متدرب على انه يساعدك انك تشوف المشكلة دي وتفهمها وتتعلم ازاي تحلها بشكل مختلف عن كل المرات اللي فاتت. طيب يعني المشكلة اللي بقالها سنين دي ازاي كلامي مع دكتور او كوتش هيخليني احلها؟ اول حاجة بتتغير جواك لما بتبدأ ثيرابي، وجودك في علاقة فيها امان مع الشخص اللي بيساعدك في رحلة العلاج بتاعتك او حل مشاكلك. العلاقة اللي فيها امان دي بتحس جواها بالتقبل، وان انت مش خايف انه يتحكم عليك، بتتسمع actively وبتحس انك متشاف، which is حاجة ناس كتير مننا بتعاني منها. زي ما كنت بتكلم عن فيديو قديم قبل كده بيتكلم عن العالم دون بولبي وأنماط التعلق اللي اتكلم عنها. بعلاقتك الآمنة مع المعالج اللي بيساعدك في الفترة دي بتكون أنماط تعلق جديدة وآمنة، لأن انت في معظم الأوقات بتكون شايف نفسك وعلاقاتك وحياتك بنضارة غامقة وسلبية. بتكون خايف من العلاقات وخايف من الناس، خايف تجرب أو خايف تحب. لما انت بتكون في علاقة علاجية والعلاقة دي بتكون حاسس فيها بأمان، ده بيخليك حاسس وشايف نفسك بشكل مختلف انت ما كنتش شايفه قبل كده. بيخليك تصدق ان في أمان في العلاقات حتى لو انت بدايتك كانت مجرد علاقة علاجية. دي بتكون مجرد بداية، بتبدأ كأنك لسه بتبدأ علاقات من أول وجديد، وبتبدأ تكون أنماط تعلق جديدة، بتبدأ تعرف العلاقات بشكل مختلف، وبتبدأ إنك شوية شوية تشوف العالم مكان آمن. كتير مننا بيبقى مفتقد جدا إحساسه إنه يبقى متشاف، إنه يبقى مسموع، إنه يبقى مش خايف إنه يتحكم عليه وطول الوقت يبقى بيبرر مشاعره وتصرفاته وأفكاره لحد. بنكون محتاجين نحس إن إحنا مش لوحدنا ومقبولين ومسموعين. كتير مننا بيكون مكسوف وحاسس بالخزي من المشاعر اللي جواه، بيكون حاسس انه لوحده ومعزول عن اللي حواليه، خايف ما يفهموش مشاعره، خايف يحكموا عليه، خايف يقولوا عليه ضعيف او يحسوا بالخزي من الحاجات اللي هو عملها، فبيقرر انه ما يحكيهاش لحد. التعاطف والتقبل اللي بيظهره المعالج ليك بيخليك تحس انك مش لوحدك، وتحس بأمان انك تقول اللي جواك من غير ما تبقى خايف انه هيتحكم عليك او هيتفسر بطريقة معينة، او هتضطر انك تشرح وتبرر بعدين. مش هتحس انك لوحدك، او ان اللي حواليا مش فاهميني، او ان مشاعري غريبة ومش مفهومة فهفضل مخبيها جوايا. لما المشاعر دي بتختفي، اول ما تبدأ تحكي اللي جواك وانت مش خايف ومش قلقان،
العبء والحمل النفسي والعاطفي اللي بتكون حاسس بيه بيبدأ يقل ويختفي، لأنك خلاص ما بقتش حاسس إنك شايل الحمل ده لوحدك.